إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا اللي جايب لكم فيديو جديد إن شاء الله. ده الفيديو بتاعنا زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، اللي هو الحجم ده من الأجهزة اللي هي الكاسيت والراديو بيبقى فيها وش في الاف ام. ماشي، مهما حاولت تظبط الأجل بتلاقي فيها وش في الاف ام. أنا كنت وصلت لها لحل، يعني اللي احنا بحيث ان احنا نقلل الوش ده خالص. تعال نشوفه تاني مع بعض نعمله. احنا كنت عملته في اجهزة تانية وده جهاز جديد. تعال نشوفه نجربه في الجهاز ده ونشوف يا ترى الوش هيروح ولا مش هيروح. تعال نشوف الاول، نشغل الجهاز الاول ونشوف اللي هي الوش اللي موجود في الاف ام. والصدقة. ولقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: تحب البداية كانت منين ووصلنا فين؟ هي دي المشكلة يا جماعة، وهي دايما بتبقى في الموديل ده، يعني بنلاقيها دايما في الموديل الحجم الصغير ده، اسكان ناشونال او باناسونيك او سانيو، نفس الحجم ده. معرفش ايه السبب، سبحان الله. فاحنا عموما وصلنا له الحل، هنشوفه مع بعض. كل اللي احنا هنعمله يا جماعة عشان نقلل الوش ده، اللي احنا هنعمل ايه، اللي احنا هنقرض الاريال الخارجي اللي هو ده. ماشي، هنقرضه من جوه. ازاي هنقرضه من جوه؟ يعني هنوصله بأرضي. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. ده مكان يا جماعة اللي هي ايه، الاريال. انا بزود عليه الزير اهو. وهجيب نجيبها من هنا يا جماعة. Catch this, then I have solder holes. لازم احك ديك شويه كده يا جماعه عشان ايه، الازير يمسك. نحط فيها الزير. That's it. ده كل ما في الموضوع يا جماعة. نرجع نقفل تاني ونجرب. والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل. ما شاء الله، صوت نقي جدا جدا جدا. الله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
في الدنيا والآخرة. صحيفة الشرق الأوسط السعودية أشارت بدورها إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السعودي الأمين. طبعا ما شاء الله زي ما احنا شايفين يا جماعة الصوت نقي جدا ما شاء الله، وبقى زي اي جهاز ياباني. يبقى احنا خلاص عرفنا الطريقة اللي هي البسيطة. لو عندنا جهاز ناشونال زي ده او باناسونيك نفس الحجم او حتى سانيو لقينا فيه اللي هي المشكلة بتاعت الوش مع الاف ام، يبقى احنا عرفنا اللي هي طريقة حلها ايه في اذاعة القرآن الكريم والاذاعات التانية. يا ريت ان شاء الله ما تنسوناش يا جماعة في الاشتراك والمشاركة والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.